السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم إسلام. جبت لكم حاجات بقى مفيدة جدا من على النت لجميع الأعمار. متنساش تطلع عليها وتشترك في القناة. لو انت مراتك بقى كل شوية عمالة تلسعلك في التيشيرتات مش حكاية بقى، وانت كل شوية جوزك عمال يزعلك انت عمالة تعملي له لسع في التيشيرت، أو عمالة تلسعي في الأخمارة بتاعتك أو الأطراح، جبت لكم الحل. جبت لكم الحاجة دي، الاختراع ده بيقولوا عليه كفر مكوى. هقول لكم الأول بيتركب ازاي. من هنا في اللي بيركبه من هنا، وفي اللي بيركبه من ورا هنا، وفي اللي بيركبه من هنا، على حسب انت عايز ايه. بالشكل ده انا بقى استعملته ولقيته كويس جدا فعلا وشغال تمام. بس مشكلته ان هو بياخد الحرف او الشكل بتاع القالب بتاع المكوى. انا مش عارف ده بعد فتره هيبوظ ولا لا، بس انا لحد دلوقتي موفي لي الغرض اللي انا عايزه وبيعمل لي انا كل اللي عايزه. احسن حاجه فيه بقى ان هو ثابت على المكوى، مش بيدي لمعه في المكوى كده. مش لو في تيشيرت او حاجه مكتوب من السيليكون بيعدي عليها تمام. لو في طرحه او حاجه خفيفه برضه مش بيلسعها، وبيستحمل درجات حراره عاليه جدا. اللي اقصى حاجه للمكوى هو بيستحملها، بس مشكلته ان هو بيعلم او بياخد شكل القالب بتاع المكوى. في منه طبعا خامات، وفي اشكال كتيره على حسب نوعيه كل مكوى. وكمان تحافظ على المكوى نفسها ان هي بتتخدش او يتلزق عليها. عيب اللي معايا بقى ده ان هو حاسه خفيف شويه، وحاسس ان هو بيلم تراب من هنا جوه ما بين المكوى والكفر. فيستحسن ان انت تفكه وتحاول تنظف ما بينهم. ده بقى لو ابنك ان شاء الله نجح باذن الله، او حبيت تكافئه في اي حاجه عملها، وحاجه مفيده جدا جدا ليه ان هو يتعلم منه. ارخص تابلت الغلابه. التابلت ده حرفيا هيفيدك جدا انت شخصيا قبل ابنك. مسلي جدا، تكتب بيه مع القلم بتاعه كمان. ده يعني مفيش أي شركة من الشركات العملاقة عملت كده. وبعد ما تكتب بيه وتشابط تروح دايس هنا يشيل لك كله. أولا هنا بتشيل الحاجة، بتشيل الحاجة اللي أنت كتبت عليها أو الطفل اللي كتب عليها. وفي هنا لوك، لو هو أنت مش عايز يشيل الحاجة الزرار ده ما يشتغلش. وفي كمان مكان حجر من هنا، يعني ما بيتشحنش. أنت جايب حاجة ما بتتشحنش، لا بتقعد بقى طول الليل سايبها على الشاحن، ولا تروح اقول له عايز جراب ولا سكرينه. وممكن تركب له سكرينه. ممكن بقى تستعمله انت شخصيا في ان انت تحطه على التلاجة وتكتب عليه ملاحظات، وتكتب لمراتك ما تنسيش المكرونه، ما تنسيش تعملي اللحمه. وممكن مراتك برضو تبقى نايمه وتكتب لك ما تنساش تجيب البيض وانت جاي. بيشتغل بالقلم وبيشتغل بالضفر، بس ما بيشتغلش بالصباع، ما بيتمسحش. ما بيتمسحش انا من هنا. بجد مميز جدا ورخيص. جبت لكم بقى اهيف حاجه. ده بقى لو انت عايزه تبقى مميزه وشيك كده في كل تفصيله في حياتك. في البدايه كده انت تفتحيه كده، وهتشيلي السلسله ديت، وهنجيب المفتاح بتاعنا وبنركبه بالشكل ده. بندخل فيه السلسله او بنحطه في المفتاح على طول، السلسله بتاع المفتاح على طول. بندخله كده بحيث ان الفتحه دي اللي هي ديت موجودة مع الفتحة بتاع المفتاح نفسها، بحيث إن أنا أعرف أدخل السلسلة دي أو السلسلة أو الميدالية بتاعتي نفسها. يستعمل السلسلة دي، يستعمل الميدالية اللي معايا. هدخلها دلوقتي، يا رب أعرف أدخلها. دخلت. بس كده.
عيبها بس ان هي عايزة المفاتيح اللي هي راسها صغيرة، متمشيش مع المفاتيح الكبيرة، بيبان منها طرف كده. غير كده هي جميلة. ده بقى أهيف حاجة هتشوفها في الفيديو دوت، غير الأهيف الأولاني. لو انت بتروح الجيم كتير وبتاخد حاجات فيها موز وكده يعني، وانت بتسافري كده هودي او انت بتسافر وبتاخد الموز بتاعك معاك في السفر، معرفش هتستفاد ايه، انت هتسافر اصلا عشان تبقى معاك موز؟ طب هتشتري من المكان اللي انت هتسافر منه. بيتفتح ازاي اصلا؟ اه اصلا. وفي خرام هنا ودي عشان تدخل تهوية وما يحصلوش عفن. انا شايف بقى المنتج دوت مش احسن حاجة يعني، مش عملي، او في ناس فعلا ممكن تحتاجه. انت بس هتروح ديس كده وتدوس كده عشان تفتح، ونفس الكلام لما ترجع تركب السنون دي على بعض. شكرا. متنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة لو مهتم بالمحتوى دوت.